كان بعض الناس غادي يقولوا المحكمة ما قالتش روابط نتاع السيادة. طيب، أجيب ما هو الفرق فيما يخص حتى القانون الأوروبي بنفسه بين السيادة وبين روابط البيع، ولا سيما أن ما نساوش أن المحكمة تنظر في قضية ترجع في روحها وحكمها إلى أوائل القرن الذي نعيش فيه، ذلك القرن الذي لم تكن توجد في أوروبا إلا دولتان جمهوريتان، وهما فرنسا وسويسرا، والما تبقي من اسبانيا، ايطاليا، المانيا، اوسترو-هنغري، يوغوسلافيا، روسيا، بولونيا، هولندا، بلجيكا، النرويج، الدنمارك، كانت ما تستعملش إداك اللفظ نتاع السيادة، بل تستعمل اللفظ نتاع البيعة، لا ليجانس. فهنا يمكن نقول حتى الأوروبيين الأساتذة القانون، واللي البعض فيهم ماشي قرينا عليهم وما كانوا جالسين تماك، ولكن ينتسب إليهم من اللي قرينا عليهم، أنه باستعمالهم الليجانس دخلوا عليها الفرح أكثر من استعمالهم السيادة، لأنه استعملوا اللفظ ديال البيعة، استعملوا اللفظ مناسب للتاريخ فاش استعمرت فيه الصحراء. العالم في بركان من التكوين، افريقيا في بركان من التكوين. افريقيا اللي تتنادي اليوم بتقرير المصير، افريقيا ستصبح يوما ما هي الضحية الأولى لتقرير المصير، إنها غادي توقع فيها انقسامات وانفصالات بعد عن بعض.